في نوعين من الزيوت بنستخدمهم لشعرنا. النوع الاولاني اللي هو حمام الزيت اللي بنحطه على فروة الراس، وده بيشتغل على ان احنا ننبت شعر جديد، ان احنا نتقل الشعر، نوقف التساقط، بيتعامل مع فروة الراس. والنوع التاني برضو بيندرج تحت حمام الزيت، هو الزيوت اللي بحطها على الشعرايه نفسها علشان ارطب الشعرايه، ده بيحصل مره واحده بس في الاسبوع. النوع التاني بقى من الزيوت هو نوع من انواع الليفن. الليفن اللي هو الدهان، في ناس بتحب الكريمز، في ناس بتحب الاويلز، وفي ناس بتحب السيرمز. انا كجاكلين بحب الاويلز، او انا كجوكا بحب الاويلز. ليه؟ علشان هي بتليق على شعري. المهم ان الاويل اللي بيتحط على الشعرايه اللي هو الليفن، بعد الشاور هنبدا بقى نحط الليفن دوت على الشعرايه نفسها، مش بيجي ناحيه الفرو، يديها اللمعه اللي هي الطبيعيه ديت، ويخليه سلس اكتر، يبقاش بقى ايه كومبلكس مثلا ما نيجي نسرحه يبقى معقد ويقع في المشط وكده. دول نوعين الزيت اللي عندنا، حاولوا على قد ما تقدروا تفرقوا ما بينهم. الليفن ما بيجيش على الفروه، حمام الزيت بس هو اللي بيجي على الفروه بس.